حد وقف وقال دي ارواح الناس دي بتمن، ولا التمن 50,000 30,000 رحله عمره، احتمال رحله حج بقى لو يعني الاخوان عندهم انتخابات ولا حاجه. هو ده التمن. طويله من الفساد وان احنا عند. طب ما احنا عارفين تقيله عليك الشيله ما تشيلش. تقيله عليك يا دكتور مرسي الشيله ما تشيلش. تقيله عليك يا دكتور قنديل الشيله ما تشيلش. تقيله عليكم يا جماعه الاخوان الشيله بلاش. بتجروا ليه على السلطه قوي كده؟ يعني ايه شهوه السلطه والتمكين اللي حاسين انها يعني هي العشق الالهي، هو ده يعني سدة المنتهى؟ ليه؟ ما انت شايفها اهي كلها مصايب وكلها حوادث وكلها كوارث وكل حاجه تقول لي اصله الارث اللي فات. طب امال الناس انتخبوك ليه؟ ايه اللي انتخبوك؟ انا ما انتخبتكش. ايه اللي انتخبوك؟ انتخبوك ليه؟ عشان تصلح لهم ارث الفساد. ايه اللي انتخبوك؟ انتخبوك ليه؟ علشان تصحح من الامور. ما احنا هنصرفهم تعويضات فعلا. اروح لاي دوله، اروح لليابان واقول لها يا يابان يا منظمه الجايكا انا محتاج منحه عاجله لتطوير مزلقانات السكه الحديد، مش هتتاخر. دي دول مانحه لقضايا مهمه، بالذات موضوع السكه الحديد. هو انا ليه حاسه موضوع السكه الحديد ده ما فيهوش امل؟ طب يا جماعه لو موضوع السكه الحديد ما فيهوش امل ما نقفلها خالص خالص. لكن انا مش ممكن اكون عايشه بقالي يعني في 30 سنه كامله على طول في قتلى وجرح على طول. وعلى فكره انا ما اقدرش الوم الدميري او الدكتور الببلاوي يعني هذه ليست قضيتهم. انا قضيتهم الاساسيه بالنسبه لي اتحرك صلح المزلقانات. دي قضيه التانيه بقى. القضيه التانيه هي سلوك الناس.